تعالى وقع خالص الترابيزه دي. انا ايه؟ داخلين مفيش حاجه. اي حاجه يا عم. مش اي حاجه في الكراسي دي. يا عم ولا كراسي بتاع. نعمل حاجه برويه، نشوف انتوا محتاجين مدارس، محتاجين طبعا الصرف الصحي، محتاجين اناره، محتاجين طرق، محتاجين كباري. كل ده عايزين نحط في خطه مظبوطه يربط كل ببعضه. لما انا بصيت على القرى كلها الموجوده هنا لقيت ارقام ضئيله من السكان طالبه طلبات كبيره. احسن حاجه نعملها ان احنا نقدر نكون مدرسه تكون في مركز وسيط ونفتح طرق بينها وبين بعض. الصحه اهم حاجه عندنا، عايزين نتاكد المستوصف او المركز الطبي يكون مكتمل الاركان، ما يكونش فيه حاجه ناقصها. كل ده طبعا لازم تفهموا الدنيا مش سهله، مش دكاتره موجوده في كل لحظه، يجي في اي وقت لازم ناكد عليه انه يجي، نديله الحافز انه يجي. فكل ده انا مش بوعد واخلف، انا عايز اكد لكم ان احنا لما نعمل حاجه هنعملها صح. احنا بنيجي وبنشوف في حاجات مسكنات بتحصل من الاخر زي ما انتم شايفين، في تقدم مش مفيش، لكن النتيجه النهائيه لازم تكون برضاكم انتم. فاحنا بنحط الخطه وهنقعد معاكم في مجلس زي ده ونقول احنا ناويين نعمل ايه بالظبط، وتقولوا ضرباتكم واقول لكم ينفع ولا ما ينفعش. طب لو ما ينفعش طب هنعملها ازاي؟ ده وعد منكم، وان شاء الله بعد رمضان على طول القعده تكون جاهزه، لان احنا بنحط كل الاحتياجات دلوقتي من كل القرى اللي موجوده عشان نقدر ننفذ باذن الله. وحظنا الحمد لله كويس ان الخطه الماليه بتاعتنا في الدوله بتبتدي كمان شهر. فاذا الخطه الاستثماريه بتاعتنا يبقى فيها فلوس للطرق والكباري والصرف الصحي والحاجات دي كلها. مره ثانيه اشكركم، انتوا اغلى الناس عندي وكتر خيركم على الكلام ده. كل سنه وانتم طيبين. حاول شويه حاول شويه حاول شويه كريم.